السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نختم بقى رمضان بآخر حاجة كده بصينية كنافة. هنعملها النهاردة. كنافة بالدانت. عايزة اقول لكم طريقتها تحفة جدا. كنافة دانت بالموز. سهلة وبسيطة وسريعة كمان. آخر حاجة بقى نعملها في رمضان ان شاء الله. سريعة، هتعجبكم ان شاء الله. طريقتها سهلة. شوفوا معانا المقادير. ان شاء الله تعجبكم. طبعا هجيب الكنافه كده حمصه زي ما انتوا عارفين، بحمصها في الفرن. هدخلها الفرن وعليها سكر وسمنه، وادخلها الفرن وتحمص معانا. هجيب حوالي 3 كوبايات من الحليب. عليهم معلقتين من النشا. عليهم 3 معالق كاكاو خام. نوع الكاكاو يبقى كويس جدا عشان يبقى طعمها حلو. هضيف لها معلقه سكر كمان. زي ما انتوا شايفين كده اللبن يبقى بارد. وانا بضيف المكونات دي لازم اللبن يكون بارد علشان ما تكلكعش مني. هبدأ اقلب كده، وهضيف لها معلقة سكر علشان طبعا الكاكاو ده كاكاو بدون سكر. لو حابين نضيف اللي هو النسكويك مفيش مشكلة برضه، يبقى يديله طعم حلو. عايزين نضيف مكعب شوكولاتة عادي برضه مفيش مشكلة. بس ده كاكاو نضيف جدا. فهو طعمه حلو وهيدينا طعم الدانت بالظبط. وابدأ اقلب كده لحد ما الخليط يتقل مننا. وطبعا ضفت رشة من الفانيليا لحد ما يتقل معانا. زي ما انتم شايفين كده بدأ يتقل. وهخلص وهسيبه يبرد بقى معانا شوية. طبعا انا غطيته بكيس كده علشان خاطر ما يعملش وش. بعد كده بقى هجيب الطبق بتاعنا او الطاجن اللي انا هعمل فيه. طبعا هرص بقى فيه طبقات الكنافة زي ما انتم شايفين كده. هعمل اول طبقة كده، هفردها بالمعلقة. وبعد كده هنزل اجيب بقى ال الدانت. هبدأ ان انا اقلبه كده. انا عايزه ابرده شويه كده، مش عايزه احطه سخن عشان خاطر انا عايزه الكنافه تبقى برضو مقرمشه شويه، ما تبقاش طريه. هبدأ اقلب فيه كده شويه لغايه ما الدخان ده يخلص كده او يبرد شويه، وتبقى سايبه معايا تبقى كريمي. هبدأ بقى انزلها زي ما انتم شايفين كده. هبدأ انزلها كده علشان خاطر آه، اظبطها كده وافردها. هبدأ احط حاجات كده بسيطة كده من الكنافة. المفروض ان انا اضيف الموز. هروح بقى اقطع الاول شرايح الموز لان انا نسيتها. طبعا احط بقى الموز كده زي ما انتم شايفين كده اهو. بنحطه بشكل عشوائي عادي مفيش مشكلة. يا رب لو وصلتوا للفيديو لغاية هنا يا ريت تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس. ويا ريت تشيروا الفيديو مع اصحابكم عشان خاطر يوصل لكل الناس. وبعد كده اضيف كمان معلقتين من الدانت. عايزه اقول لكم طعم الكنافه حلو جدا جدا. بس طبعا الولاد اللي بيحبوا الحاجات دي. لكن احنا كناس يعني بفضل انا عن نفسي، انا بفضل الكنافه اللي هي بتاعت زمان اللي هي بالكريمه والمكسرات او اللي هي الفول السوداني العاديه. زي ما انتم شايفين كده طبقات الكنافه والدانت والموز. هجيب بقى عشان احط اخر حاجه على الوش طبقه شوكولاته. اضيف لها حليب. اسفه وقع شويه لبن. هرجع تاني. هضيف بقى شوية حليب كده وهبدأ أقلب الشوكولاتة إيه لغاية ما تسيح مني. طبعا زي ما انتم شايفين كده وضفت لها معلقة كريمة لباني بودر. عايزة اقول لكم ان الشوكولاتة كانت المفروض تبرد شوية علشان خاطر ان هي تعمل طبقة سميكة فوق. فطبعا هي نزلت تحت. عايزة اقول لكم برضو كان طعمها جميل جدا. تحفة. نزلت تحت الكنافة كلها شربت من الشوكولاتة. كانت طعمها فظيع بصراحة. جربوها ان شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.